المسجد لأمور الدنيا حرام، كمن يسأل في المساجد لأمور الدنيا يريد شيئا لنفسه أو لأقاربه أو لأمر دنيوي، فهذا حرام، لأن المساجد لم تبنى لأمر الدنيا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المساجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك. فالمساجد لم تبنى لأمور الدنيا. ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نهى الناس عن الكلام في أمور الدنيا في المسجد، فلما أبطأوا عليه بنى البطيحاء حوله، فقال: من أراد أن يتكلم في أمور الدنيا فليذهب إلى البطيحاء، فكف الناس عن الكلام في المسجد. ولهذا فأمور الدنيا كلها لا بد أن تنزه عن المساجد. فنحن هنا في المسجد معنا الملائكة الكرام، وهم يحفون بنا الآن، وحضورهم ينبغي أن يكون أن نأخذ فيه بالعبادة التي ننافسهم بها، وأن نحترم شعور الملائكة على الأقل في أمور الدنيا، فهم ليسوا من أهلها. فلذلك كان لزاما علينا أن نحترم شعور الملائكة فيما يتعلق بأمور الدنيا وأن نكف عنها. فلذلك يحرم السؤال في المساجد لأمور الدنيا. وعليه فيحرم أيضا الإعطاء، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، لأن الإنسان إذا سأل في المسجد